ازاي نقنع الطفل بأي حاجة حتى لو الحاجة دي معناش تمنها دلوقتي، أو لو كنا عاوزين الطفل يمارس نشاط معين والطفل رافضه. أهم حاجة تكون في مصلحة الطفل والطفل بيكون رافضها. والفيديو ده نقدر نطبقه مع الأطفال بداية من عمر ال3 سنوات. رقم 1، لازم يكون عندنا طولة بال وصبورين على الأطفال، وبلاش نزعق فيهم حتى لو اعترضوا، لأن ده هيخليهم يتمسكوا أكتر بالحاجة اللي هم عاوزينها. رقم 2، بلاش نحسس الطفل بأن الشيء اللي احنا عاوزينه ده مفروض عليهم ولازم ياخدوه. رقم 3، اعرضوا عليهم مميزات الحاجة اللي انتم عاوزينها من غير جملة خدوا ده. 4، اعرضوا عليهم بدايل حتى لو كانت البديل ده حاجة غير اللي احنا عاوزينها وهم عاوزينها، بس اهم حاجة تكون بتعمل نفس الغرض، لان الخيارات المتعددة بتدي احساس للطفل بانه مخير وليس مجبر. 5، لو لقيتوا طفلكم متمسك بالحاجة قوي، ممكن نخيره بين حاجتين، او ممكن نوعده ان احنا نجيبها له لو فعلا هو محتاجها، بس احنا محتاجين الاول نحوش شوية فلوس ليها. وما تسحبوش اطفالكم او الحاجة اللي في ايديهم على طول، خلوا الطفل ياخد وقته ويتفرج عليها كويس ويلمسها، لان الممنوع مرغوب، وكل دي حيل علشان نتفادى بيها نوبة الغضب والبكاء اللي بتصيب بعض الاطفال في المحلات. 6، بلاش دايما رأينا هو اللي يمشي، خلي دايما في مساحة للطفل ناخد برأيه ونسمع كلامه عشان ما يحسش انه مقهور. 7، علموا أطفالكم الاكتفاء والصبر، هتلاقوا الفيديو في أول كومنت.